سيداتي انساتي سادتي، من استاد مصر نحييكم ونقدم لكم الوصف التفصيلي من مباراة مصر والخرفان. صفارة الحكم تنطلق والمباراة التاريخية بين فريق الشعب المصري بقيادة الوعي ضد فريق الخرفان بقيادة الجنرال مرسي ابو بطاطس ورفاقه في كتيبة كله ببلاش. بداية نارية، الكرة دلوقتي عند الشعب، تمريرة حاسمة من شباب في التحرير، عرضية من سيدة في المنصورة، استلام من عم رمضان على القهوة، والجمهور كله عمال يهتف في مصر ويقول كفاية خرفانة وارحل يا خروف. الله الله، جمهور مميز من مصر، هو ده الجمهور الواعي اللي بيدي دفعة أمامية ودعم معنوي للفريق. الله الله الله، ايه ده؟ انا شايف المدرب العام بتاع الخرفان بيعترض، الشيخ أحي بيقول يا رب ولع في اي حد بيقول ارحل. عيب يا كباتن، الرياضة اخلاق. الشيخ أحي عمال يصرخ اهو من على خط التماس، بيقول اللاعبين بتوعه اجمدوا، الشرعية معانا، لكن الحكم بيروح له عند خط التماس وبيقول له لو سمحت ايه ده؟ بدل ما اديك كارت انذار، بيقول له الشرعية يا شيخ أحي في جيب 33 مليون متفرج نزلوا ارض الملعب. بيرد عليه تاني الشيخ أحي وبيشوح له وبيقول له احنا مش هنسكت، لو ما كسبناش هنولع في الملعب كله، وبيشاور كده على ارض الملعب وبيقول له احنا اصحاب الارض، احنا اصحاب التاريخ والحقاره من ايام اجدادنا الملك حسن البنا، وبيشوح للحكم كده ومش عاجبه. هجمه مرتده، هجمه مرتده من الجماعه، بقالهم دقيقتين ماسكين الكره وبيحاولوا يمقمقوا، عايزين يرجعوا الماتش تاني ليهم، والمدرب بتاعهم يطلب تبديل وينزل لاعب من عندهم اسمه رابعه، وده نازل عشان يفتتح الاعتصام، جايب معاه فرشه ملايه وجايب معاه خيمه وميكروفون، لا وداخل بيعمل حماس للاعبين بيتمرنوا جوه الملعب، بيدربهم تمارين رياضيه وتمارين قتاليه. الله 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 الله، شايفين زي ما انتم شايفين اللعيبه بتوع الخرفان قاعدين بيعملوا حمام في رابعه تحت البيوت، رايحين عند الثلاث خشبات بيعملوا حمام وعاملين بيبي على دكه الاحتياط. السكان البدلاء يا عيني مش قادرين يقعدوا من الكيكي، بهدلوا الارض يا حضرات. وزي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، طبعا الفريق ده سافر بره كتير وخد دورات تدريبيه في التمارين دي، ومعاهم اجنده للتربيه الرياضيه علشان يحققوها جوه مصر، سافروا تركيا وقطر واسراء، ومن الواضح واخدين دوره تدريبيه عاليه جدا. زي ما انتم شايفين روح القتال عندهم عامله ازاي. يا سلام عليكم وعلى تمارينكم، شكلهم هيعملوها ولا ايه؟ في لاعب منهم بيسحب في نص الملعب وبيقول لك دي خطه النهضه، والتاني واقف على رجل واحده وبيستقبل الوحي من حسن البنا على صدره. الجمهور المصري في كل مكان بيغلي، التحرير مولع والكورنيش بيغني، مدرجات شبرا كلها بترقص. لحظه خطيره 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 خطيره، الخرفان بيحاولوا يسددوا هدف بالكذب لكن المصريين صحيين. الله عليكم يا اولاد، الله عليك يا ابني. الشعب بيقول احنا اللي بندي الكارت الاحمر مش اميره، عايزين يجيبوا هدف بالكذب، بيرفعوا اشاعه، بيركنوا بلطجي، بيصوروا شاي بالنعناع ويقول لك قمع، بيوقع نفسه في منطقه الجزاء ويقول لك انقلاب، لكن الحكم في اسهم بيقول لك اوف اوفسايد. اوفسايد يا بيه، دي مش حريه، دي مسرحيه. الشعب ماسك الكوره تاني، مراوغه من كابتن مصطفى محمود وانطلاقه من التحرير، وهو جول 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 من دهب يا شعب مصر. الدقيقه 30 من عمر المباراه، وايه ده؟ مدرب الخرفان واقف مذهول، ورئيس نادي الخرفان مرسي بيبص للكاميرا وبيقول انا الرئيس الشرعي هنا، لكن الجمهور المصري بيرد عليه ارحل يا نجم، التيشيرت مش على مقاسك. الكرات الطويله من الجماعه بقت على اليوتيوب، والعرضيات بقت لايف وبكاء وتهديدات، والمعلق الاخواني اللي جنبي بيقول ان المباراه دي كلها مؤامره، والمعلق الاخواني بيسخن الجمهور بتاعهم وبيقول لهم كل حكم هنخلص عليه، قولوا لمرات كل حكم جوزك هنخلص عليه. لكن المخرج قفش الصوره، ومصر شعب وعلم وهتاف بيخترق السماء، والجماعه بتنهار نفسيا، وفاضل دقيقه خلاص على نهايه المباراه، ومن الواضح ان في تغيير، ده اخر تغيير في المباراه. لاعب اسمه القرضاوي بيحاول يشوط فتوى من بره المنطقه، لكن الحكم بيرفع له الكارت الاصفر، بيقول له اللعب بالدين ممنوع يا شيخ الركبه. والشعب بيباصي تاني، لعب جماعي مدهش، تمريره من الجيش ونقله من الشرطه واستلام ناعم من الاعلام، ياخدها كابتن الفريق عبد الفتاح السيسي اللي قاري الملعب من بدري. هجمه مرتده مع السيسي، ماشي السيسي ماشي السيسي، خطير 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 يا ولا، خطير يا ولا، خطير يا ولا، هيشوط وتياراته، وإنهي حالة الصراع والانقسام. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل جول 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 عبد الفتاح
فتح السيسي يا ولد، خلاص بينهي المباراة. مبروك يا مصر، مبروك يا مصر، الله عليك يا حبيب والديك. ولا اروع من كده، ولا احلى من كده، ولا اطعم من كده. مصر بتتأهل لمستقبل جديد وتسجيل الخروج النهائي لفريق الخرفان وصفارة من الحكم، ويعلن على نهاية الشوط الثاني والمباراة. والنتيجة الرسمية مصر 30 الخرفان 0. والكاس زي ما انتم شايفينه رايح على ميدان التحرير، والجمهور عمال يغني يا بلدنا يا حلوة يا غالية، واللعيبة بتاعت الخرفان شايفينهم بتتسحب، والمدير الفني بتاعهم شكله عايز يهرب من الجمهور عشان خاطر جمهور مصر مستحلف له، لبس النقاب. وصفوت حجازي بيجري على الفار عايز يبص عليه، عايز يتأكد انه مش مرغوب فيهم، وقام جايب موس. هتعمل ايه يا راجل؟ هتعمل ايه يا راجل بالموس؟ استرها يا رب. الله، ده بيحلق دقنه عشان يغير ماسك الشغل ويعمل سكسوكه. من الواضح لعيبه الخرفان كلها بتلعب بكذا وش. الله على وعي المصريين. الخرفان عماله تمقمق والقطيع تسمع وتصدق. اخوان وبمليون مبدا. الحمد لله على سلامتك يا مصر. انا معكم المعلق بلبل مصر، وعلى استديو التحليل وشيروها له.